بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي المتتبعين، السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على الناس اللي غارجع لهم الدعم ديالهم في هذا الشهر، يعني في شهر 5، ثم كذلك الناس اللي غياخذوا فيه دفعتين، وفي الاخير غنعطيو بعض التوضيحات حول الدعم ديال عيد الاضحى المبارك بالنسبه للناس اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر. اذا قبل ما نبداو في هذه التفاصيل، ما تنساوش ديروا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش كذلك انكم تبارطاجيو القناه مع الاحباب ديالكم واصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. اذا فيما يخص الناس اللي غارج عليهم الدعم ديالهم، هما الناس اللي في الاول ديال فاش طلقات المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر دفعوا الطلب ديالهم وجاهم هذا السبب ديال الرفض، تقول لهم بان انتم موظف او اجير مصرح به على الاقل مره واحده خلال 12 شهر الاخيره. اذا بالنسبه لهاد الناس، وخصوصا الناس اللي كانوا شاركوا في اوراش برنامج اوراش الفوج الاول ماشي الفوج الثاني، اذا بالنسبه للفوج الاول راه سالت 12 شهر. اذا هاد الفوج كاينين الناس اللي داروا طلبات جديده في الاخر ديال الشهر 4 وفي الاول ديال 5. اذا هاد الناس راه الا ما عندهمش مانع من موانع الدعم راه غيستافدوا. ثم كذلك الناس اللي مازال ما دفعوا الطلب ديالهم خصهم يديروا طلبات جداد باش انهم يستافدوا من الدعم الا كيشوفوا راسهم بان راه ما عندهمش مانع من موانع الدعم. فاش كنهضروا على موانع ديال الدعم، راه ديجا درت عليهم فيديو، غنحطوا لكم في صندوق الوصف باش تشوفوا الموانع ديال الدعم. لان مثلا الناس اللي عندهم طلبه، اذا بالنسبه للناس اللي عندهم طلبه وكياخذوا منحه، الا سجلتي داك الطالب معاك في السجل الاجتماعي الموحد وفي الدعم الاجتماعي المباشر، كون على يقين بانه راه غيكون عندك الرفض ديال الدعم ديالك. لذلك مثلا الا عندك طالب واحد في الاسره، اذا حاول انك دير جزافيه عوض انك دير شهريه، وغتسجل الام والاب بلا ما يسجلوا معاهم داك الطالب، ومن بعد راه غيستافدوا من منحه جزافيه. ثم كذلك الا كاينين اطفال اخرين، يعني ديجا غدير يعني دوك الاطفال غدير منحه شهريه وغتدخل معاك دوك الاطفال، ولكن داك الطالب اللي تياخذ المنحه بلا ما تدخلوا معاك سواء في السجل الاجتماعي الموحد او لا في السجل او لا عفوا في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر الا بغيتي تاخذ الدعم. ثم كذلك من بين الموانع هما المؤشر. ديجا المؤشر كلشي تيعرف بان الا بغيتي تستافد من الدعم الاجتماعي المباشر خصو يكون عندك المؤشر اقل من 9.74. لذلك هاد الناس الا ما عندهمش هاد الموانع اللي ذكرت، اذا هما راه خصهم يديروا طلب جديد وغيستافدوا من الدعم، او لا الناس اللي ديجا داروا الطلبات ديالهم راه غيرجع لهم الدعم ديالهم في هذا الشهر ان شاء الله. ثم كذلك بالنسبه للعمال غير الاجراء، العمال غير الاجراء ديجا كلشي تيعرف بان العمال غير الاجراء كان عندهم واحد المهله انهم يخلصوا دوك الديون ديالهم اللي هي 31/4. كاين الناس خلصوا هاد الديون وش خلصوا كذلك حتى الشهر 5. اذا حتى هاد الناس راه غيرجع لهم الدعم ديالهم، غير هما واش غترجع لهم دفعتين او لا دفعه واحده مازال ما كايناش شي حاجه اللي يعني اللي هي مؤكده باش اننا نقولوها لهم. اذا اللي مهم هو ان الدعم ديالك غيرجع لك يعني في شهر 5 الا كنتي خلصتي الاشتراكات ديالك. ثم غنمشيو دابا بالنسبه للناس اللي كذلك غيرجع لهم كذلك الدعم، هما الناس اللي في الاول تسجلوا، كانت تسجل مثلا الاب او الام بوحدها، ومن بعد صيفطوا لهم ميساج بان خص ضروري يدخل المعرف ديال الاب او لا ديال الام. اذا الا كانت الام هي رب الاسره تيقول لها خصك ضروري تدخلي المعرف الرقمي ديال الرجل او لا العكس. اذا هاد الناس راه كانوا اللي داروا مشاو للمنصه ديال اي سي دي ودخلوا هاد المعرفات الرقميه، حتى هما راه غيرجع لهم الدعم في هاد الشهر، يعني في هاد الشهر 5. ثم كذلك ننتقلوا دابا بالنسبه للناس اللي غيستافدوا من دفعتين. اذا هاد الناس اللي غيستافدوا من دفعتين في هاد الشهر ان شاء الله هما الناس اللي مسجلين في اواخر ديال الشهر 4. شنو هي اواخر الشهر 4؟ يعني الناس اللي دافعين الدعم ديالهم من 11 للفوق في الشهر 4. اذا هاد الناس راه غيدخلوا لهم دفعتين الا كانت تقبل الطلب ديالهم، يعني غياخذوا دفعتين من الدعم الاجتماعي المباشر. ثم كذلك راه يعني هاد الحسابات البنكيه ديالهم راه خصهم يلقاو فيها انهم دخلت لهم دفعتين. الناس اللي ما دخلتش لهم دفعتين ضروري انهم يديروا شكايه، لان القانون ديال الدعم تيقول لك هو الشهر فين دفعتي تما فين يعني تما غيتحسب لك، يعني غتاخذ عليه الدفعه. حتى الناس ديال كما قلت في الاول هما الناس اللي خدامين في اوراش يلاه غيديروا الطلبات ديالهم. اشنو غيديروا حتى هما؟ يحاولوا يتسجلوا دابا الا لقاو يتسجلوا دابا يعني في الاخر ديال هذا الشهر 5 باش انهم يستافدوا من دفعتين، يعني في اواخر شهر 6 ان شاء الله ياخذوا الدفعه ديال شهر 5 وياخذوا كذلك الدفعه ديال شهر 6. اما الا بقيتوا حتى الواحد حتى ال10 في شهر 6، ديك الساعه راه ما غاديش تستافدوا من دفعتين، غتستافدوا غير دفعه واحده ديال شهر 6. لذلك الناس اللي مازال ما دارينش الطلبات ديالهم يحاولوا يسرعوا دابا ويديروا الطلب ديالهم الى ديجا عندهم المؤشر. ثم كذلك غنمشيو دابا لاخر حاجه هي ديال الدعم ديال عيد الاضحى المبارك. اذا بالنسبه للدعم، انا مجموعه ديال القنوات انه تيقولوا للناس بان راه كاين الدعم ديال عيد الاضحى. هنايا الاخوان راه ما كاين حتى حاجه، بلا ما يكذب عليكم حتى شي واحد، راه ما كاين لا دعم لا والو في هذا اذا ممكن ان تكون واحد الحاجه هي انه
الحكومة تقدر مثلًا كيما بغات كيما كتروج دابا الهضرة على عاود الموظفين أنها تعطيهم يعني السالير ديالهم يعني في 12 في شهر 6، ممكن كذلك حتى يديروها بالنسبة للناس ديال الدعم. إلا داروها للناس ديال الدعم راه مزيانة. إذًا هذا هو الجديد اللي يقدر يكون كاع في يعني في الدعم ديال عيد الأضحى. أما أنهم كاين الناس اللي تيروجوا بأن راه كاين 2000 درهم إلى غير ذلك، راه ما كاين والو. كاين الدفعة ديالك ممكن أنك تشدها في الآخر ديال شهر 6، ممكن كذلك أنهم يسرعوها كيما بغاو يديروا للموظفين، غتشدها يعني في 12 أولا في 15 في شهر 6 باش أنك تتعاون بها يعني في عيد الأضحى المبارك. ثم بالنسبة للناس ديال أمو تضامن، إذا هنايا الناس ديال أمو تضامن شحال من واحد كيسول تيقول لك بأن راه وقفوا أمو تضامن. إذا هذا التوقيف ديال أمو تضامن راه ديما التحيينات، كاينين تحيينات في المنصة ديال السجل الاجتماعي الموحد. إذا أي واحد خصو يراقب المؤشر ديالو. الطريقة باش أنك تراقب المؤشر ديالك راه ساهلة، كل واحد يبقى يدخل المؤشر ديالو باش هنا فاش غيجي شي ميساج يعرف علاش جا داك الميساج، وغتمشي غتدخل للسجل الاجتماعي الموحد وغتمشي تشوف يعني الطلب ديالك. أنا ديجا شرحت هذه القضية ديال الطريقة باش أنك تمشي للسجل الاجتماعي الموحد تشوف شنو هو المؤشر ديالك، وغدير ليه كذلك حتى المراجعة إلى عندك يعني شي متغيرات، لأن كيكون هناك متغيرات متضاربة وغير متضاربة. إذا أنت غتشوفها إلى عندك شي وحدة من هادو، هذيك الساعة راه كتعرف فين عندك المشكل وممكن أنك تصلحو. وبالنسبة للتحيين، راه التحيين ماشي بالضرورة أنك دير التحيين يعني في الملحقات الإدارية، لأن كاينين الناس كيقولوا للناس إلا بغيتي دير التحيين خصك تمشي للملحقة الإدارية. التحيين راه باقي غير في السجل الاجتماعي الموحد، غير هو تياخد شوية ديال الوقت. وبالنسبة للتطبيق ديالو باش أنكم ديرو تحيين، أنا راه شرحتها في القناة، وراه غنحط لكم الفيديو في صندوق الوصف باش الناس اللي عندهم يعني الإمكانية أنهم يديروا تحيين. لأن شحال من واحد تيسحاب ليه بأن إلا قلت ليه التحيين راه غيمشي غيدخل للحساب ديالو غيلقى التحيين، لأن راه يمشي إلا درتي نتايا مثلا في الماء والكهرباء والغاز درتي غير 20 درهم، راه ما عندك ما تحيين تمايا، راه غتخليه غير هكا. اولا الناس اللي ديجا شراو طوموبيل مثلا او باعوها دابا ولا ما بقاش، ولا شراو موطور وما بقاش عندهم، راه هادو راه ممكن انهم يمشي يديروا التحيين ويمشي يحيدوها تمايا باش ان المؤشر ديالهم يهبط. والناس عاوتاني اللي لقاو انهم يزيدوا معاهم شي واحد اخر يعني في السجل الاجتماعي الموحد، هذه راه كتكون مزيانه، وخصوصا بالنسبه للمتمدرسين. الا كان شي واحد كيقرا هنا راه كيهبط المؤشر. ثم راه القضيه ديال السكن القروي والسكن الحضري، راه هادشي راه كلشي كيعرفوا. راه الناس اللي كاينين في المجال القروي كيكون عندهم المؤشر شويه هابط، ولكن بالنسبه للناس اللي ساكنين يعني في المجال الحضري راه كيكون عندهم المؤشر طالع. ثم بالنسبه للناس ديال امو الشامل كذلك، حتى امو الشامل بزاف ديال الناس دابا كيتشكاو من امو الشامل، تيقول لك ما عنديش باش نخلص. الاخوان الناس اللي مازال ما عندهمش باش يخلصوا، ما تحاولش انك تدخل يعني الامو الشامل. واللي تيقول لك بان راه واجبا ضروري او لا اجباري، راه ماشي اجباري لحد الان، باقي ماشي اجباري. واخا كنتي كتستافد من الدعم ماشي اجباري انك يعني تنخرط في امو الشامل. لذلك ماشي الا عندك الدعم غتمشي ديريكت وغتنخرط في امو الشامل، غتضرب الحساب لواحد النهار يقدر يقطع عليك الدعم وتشوف واش عندك باش تخلص ديك امو الشامل ولا لا. وبالنسبه لي انا ديما كنصح الناس، نقول لهم الناس اللي عندهم مثلا امراض مزمنه او لا اللي عندهم مجموعه من الامراض تحتاجوا يعني العلاجات يعني كل مرة، هادو واخا ينخرطوا في امو الشامل. اما يعني الناس العاديين يعني ما عندهم ما يديروا بهذيك امو الشامل الا ما عندهمش باش يخلصوا. اما الا عندك باش تخلص راه التغطيه الصحيه راه مزيانه، وشي حاجه اللي هي اجباريه دابا في لحد الان لحدود هذه الساعه مازال ما كايناش. اذا هنايا في القانون الجديد اللي غيخرج ما عرفناش شنو غيديروا فيه. الا كانت اجباريه ديك الساعات راه ماشي مشكل، واخا اي واحد غينخرط فيه، وديك الساعات راه ضروري غيلقاو ليها شي تخريجه بالنسبه للناس اللي ما قدروش انه يخلصوا. وبهذا متتبعي الكرام وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. واي واحد عنده شي تساؤل او لا شي اشكال يحاول انه يكتبوا لنا في التعاليق، او لا الناس اللي عندهم مشاكل في الحسابات ديالهم يحاولوا يسكرينيو يعني المشكل اللي عندهم، وما يصيفطوش لنا يعني المعلومات الشخصيه ديالهم، يغطيو المعلومات الشخصيه ويصيفطوها سواء في الانستغرام او لا في الفيسبوك. وبهذا متتبعي الكرام وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.